أهلا بيكم في حكاية سهم. النهاردة هعلمك سر المهنة، إزاي تلاقي أسهم الكنوز بنفسك وتعتمد على عقلك وبس. زهقت من المشي ورا التوصيات اللي بتلبسك في الحيط؟ البورصة فيها كنوز مستخبية بس محتاجة عين بتعرف تشوف. السهم الكنز مش هو اللي سعره رخيص، السهم الكنز هو اللي قيمته الحقيقية لسه السوق ما خدش باله منها. أول حاجة بص عليها، الشركة دي بتكسب إيه؟ لو الأرباح بتزيد كل سنة يبقى أنت ماشي في الطريق الصح. تاني حاجة، مين اللي بيدير المركب؟ الإدارة الشاطرة هي اللي بتحول التراب لذهب حتى في عز الأزمات. تالت حاجة، الزحمة. السهم اللي فيه فوليوم وحركة هو اللي بيعرفك إن الحيتان بدأت تدخل وتشتري. مش محتاج شاشات معقدة، موبايلك كفاية جدا عشان تراقب حركة الأسهم وتعرف الوقت الصح. خلي بالك، مش معنى إن السهم بمليم يبقى لقطة. السعر الرخيص ساعات بيبقى فخ لشركة بتغرق. دور على الشركات اللي بتوزع أرباح، دي بتبني لك مرتب شهري من غير ما تبيع ولا سهم واحد. إزاي تعرف إن السهم جاهز؟ لما تلاقي السعر ثابت والفوليوم بيزيد فجأة، دي بتبقى ساعة الصفر. لما تلاقي كنزك، ما تغرقش بكل فلوسك فيه، نوع محفظتك عشان لو سهم ريح التاني يسندك. البورصة أرقام مش مشاعر. لو السهم ما طلعش زي ما خططت، اخرج بشياكة وادخل في فرصة تانية. ابدأ نفذ الكلام ده من النهاردة. جرب في سهم واحد وشوف عينك هتشوف الكنوز ازاي. قولي في الكومنتات، ايه اكتر سهم شاغل بالك دلوقتي ونفسك نعرف حكايته مع بعض؟ اشترك في القناة عشان تتعلم تصطاد صح. استثمر بعقلك مش بودانك. سلام.